أحبكم في الله. أريد أن أنشر قصتي. طيب أنا من قبل فترة طويلة تقريبا سنوات، تقريبا يعني سنتين، شفت قناة الأخ محمد حجازي، وبصراحة كنت أمر عليها مرور الكرام، يعني أبدا ما كنت أعطيه أي اهتمام. بعد فترة سبحان الله فهمت إنه الله ما كان فاتحها علي، وذنوبي كانت هي المانعة عني كل هالرزق من بعد الاستغفار. طيب فشوي شوي قربت من ربنا، وبعدين ألهمني ربي إني أتابع القناة وأتوكل عليه، وقررت أتمسك بالاستغفار بقوة وما أتركه أبدا. طيب حطيت هدف بقلبي إنه والله راح جرب يلي بيحكي عنه الأخ محمد حرفيا بالضبط يلي بيقوله بعمله، وبدي أشوف إذا في نتائج حقيقية ولا بس كلام فاضي. وكنت رح أكتب تعليقي يعني تحت القناة إنه والله هاد يعني صار شيء أو ما صار شيء. فسبحان الله من لما كان قرار إنه بدي أكتب تعليق لحد إني أبعت قصة استجابة الحمد لله. فجبت رزنامة السنة، كل يوم كنت بعلم اليوم يلي بخلص فيه 30,000 استغفار، وإذا ما خلصت بكملهم تاني يوم قبل العصر أو قبل الظهر عفوا. فضليت على هالحال تقريبا 17 يوم. في اليوم 17 تقريبا نزل المطر، وبعدين بلشت الفتوحات الحمد لله. يعني شفت أول شيء رؤى مبشرة وبس، يعني كان لسه ما صار شيء فعلي، بس كان في اختبارات، يعني كسل فظيع، نوم مو طبيعي، مشاكل بالعيلة، مشاكل مع الزوج، يعني تسكرت أكثر الحياة، يعني سبحان الله يعني اشتدت علي شوي هيك. بس ما التفتت وظليت محافظة على الاستغفار، وطبعا مع التوبة والإقلاع عن الذنوب. بس يعني أنا مش ملاك، أوقات بقع بالغلط، بس بسرعة بتذكر وبستغفر وبندم وبعزم إني ما أرجع. طيب بعدين انكسر لي خاتم الاستغفار، وأنا يعني عايشة بدولة أجنبية. ما كان سهل إني أشتري خاتم جديد، ما كان يعني موجود بكل الأماكن، بس ضليت أستغفر بدون عد. أكيد يعني أقل كتير من 30,000، يمكن حوالي 5,000، بس يعني واصلت بالاستغفار. بعدين قررت إني أشتري خاتم جديد، لأنه بصراحة لما بيكون الخاتم بإصبعك بتصيري على طول بتذكره إنه لازم أستغفر، وبيصير بيشجعك على الاستغفار الكثير. يعني هذا هو بس الاستعمال اللي بيستعمله لخاتم الاستغفار. أو يعني الأعداد كمان ما كنت مركزة كتير على الأعداد، يعني هي بس استغفار كثير، هو هذا المطلوب يعني. فهلأ يعني صار لي تقريبا شهر ونص ملتزمة. كنت طبعا عاطلة عن الشغل لمدة سنين طويلة، عاطلة عن الشغل، كنت كسولة، حياتي فاضية، ما في هدف، ما عندي شخصية، ما أحد يسمعني لما بحكي، مشاكل كل يوم مع زوجي مع عيلتي، مش طايقيني، ولا شغلي ولا مشغلي، حياة متوقفة تماما لمدة سنوات متواصلة. طيب كنت بدور على أي شغل بأي مجال، ولو عاملة يعني بسيطة في سوبر ماركت أنظف وهيك يعني، أو أبيع بمحل، أو موظفة استقبال، أو جليسة أطفال، يعني كل هدول بعثت لهم، يعني يمكن تقريبا أكثر من 1000 مرة، يعني بعثت لهالوظائف، وأبدا ما كانوا يقبلوني أبدا. بيعملوا معي مقابلة، فكانوا بيعملوا معي مقابلات، يعني بيسألوني كتير أسئلة وبيشددوا علي، وبصير أنا يعني بنضغط وهيك وخاف، وبحاول يعني إني والله ألاقي شغل وهيك. فمع كمان إنه اللغة ما كانت ضابطة كتير معي، لأنه لا بدرس ولا بشتغل ولا بحتك بالناس بهاي الدولة الأجنبية، فحتى اللغة ما كانت كتير ضابطة معي، فطبعا ما كانوا يقبلوني أبدا. وبصراحة كمان رح أقول لك إشي، إنه جت فترة إنه كنت محافظة على قيام الليل وعلى قراءة القرآن وعلى الدعاء بأوقات الاستجابة وباليقين، يعني الدعاء بيقين، وجربت درب اليقين. بس صراحة أبدا ما كان شيء يتغير لمدة سنين، هذا للأمانة يعني. وفجأة بعد شهر ونص من بداية الاستغفار، يعني بأعداد متفاوتة مثل ما قلت لك، بلشت أشوف الفتوحات. طيب أول شيء إجا قدامي عرض عمل، بصراحة كان خيالي، يعني من أحلامي، يعني من أبدا ما كنت أتصور إني ممكن أشتغل هيك شغلة يعني. ما كان عندي لا مهارات ولا شهادة ولا لغة ولا أي شيء من اللي طالبينه. سبحان الله حسيت إنه الله ألهمني إني أرسل السي في، وقلت يلا لعله خير. أصلا أنا يعني بعثت السي في لأكثر من 1000 مرة، يعني إجت على هاي ما حدا عبرني. بس المفاجأة إنه اتصلوا علي وقالوا لي والله في مقابلة. رحت للمقابلة الأولى، ويعني عجبتها، قالت لي والله يعني كويس، طيب هلا بعديكي للمقابلة الثانية. فقلت لحالي والله يمكن هذا من أثر الاستغفار. فبلشت أجهز للمقابلة، وهون
بهديك الفترة قل استغفاري لتقريبا 12,000 باليوم، يعني صار أقل كتير من 30,000. بس ضل لساني على طول يذكر الله، لأنه بهديك الفترة كنت تعودت بعد شهرين. وبصراحة ما كان في استحضار قلب ولا استحضار عقل ولا استحضار أي شيء. فدعيت الله، كنت لما بستغفر وبعدين يعني بصلي، صرت طبعا صلاتي بوقتها، وصرت بدعي الله انه يا الله ما يتعبوني بالاسئله ولا يتعبوني بالمقابله ولا انضغط ولا شيء، يعني زي كل مره. ودعيت الله انه يعجبوا فيني من غير تعب ومن غير اسئله ومن غير شيء هيك، يعني بروح وبيكون كتير سهل المقابله وبياخذوني على طول وخلص، يعني لانه انا يعني ما بحب انه انضغط وهيك. فسبحان الله، اول ما دخلت للمقابله المدير كان ماسك السي في تبعي وبيشكر فيني، والله بيقول البروفايل تبعك هذا هو بالضبط اللي بدنا اياه، والله ايه عندك هاي المهاره، والله هذا بالضبط اللي بدنا اياه، ايه عندك هاي الخبره، والله بالضبط اللي بدي اياه. فما سالني اشي، كان بس عم يشكر فيني. ولا والشغل كان خيالي، يعني انا ما عندي شهاده، يعني شهادتي كتير بسيطة، ويعني في مجال ثاني، مجال بسيط كتير، بس هذا المجال مجال يعني تقريبا يعني سو تكنيكال يعني. فقال لي انت ما عندك شهادة؟ إيه والله مو مشكلة، يلا بندربك وبندرسك نحن وبتشتغلي معنا وبنعطيكي راتب لحتى تتخرجي، ومو تخرج عادي، يعني انت بتدرسي وبتشتغلي معنا، وبما انك راح تشتغلي الجامعة راح تحسب لك سنوات الخبرة، كأنك درستي، وبهيك بيكونوا بيعطوكي الشهادة قبل الناس الثانية اللي بتدرس بس. فسبحان الله، يعني من لما كنت بتمنى اكنس ونظف بسوبر ماركت واشتغل اي شغلة بسيطة، سبحان الله، لحد ما صرت مهندسة يعني واحدة من أكثر أو واحدة من أحسن 5 شركات في العالم. يعني كيف هيك؟ صراحة أنا عقلي ما كان مستوعب أبدا شو يلي عم بيصير. يعني أكيد هاد من أثر الاستغفار، لأنه سنوات طويلة حياتي كانت متوقفة. والله إني كنت بشتهي اشتري أي إشي لحالي، ويعني كنت كتير هيك بحسب يعني المصروف أو الفلوس، يعني ما كان عندنا فلوس يعني كتير لحتى اشتري اللي بدي إياه. بدي أضيف شغلة لو سمحتي. لما اجت فترة سندس ولما شككت بالاستغفار بدون حضور قلب ولا حضور ولا استحضار ذنب، بصراحة أنا شكيت شوي بالاستغفار الكثير. وكمان في وحدة مشهورة اسمها عبلة قالت إنه الاستغفار بأعداد كبيرة بدون تركيز ما له قيمة، يعني من الأفضل أو المستحسن إنه نستغفر بأعداد أقل وبتركيز. فهيك بصراحة أنا شكيت شوي، قلت يا الله، يعني دعيت الله إنه يا الله دلني، إذا أنت بتحب إني أقلل الأعداد وبصير بركز أكثر فدلني على هذا الشيء. وإذا أنت يعني قبلت مني هذا الاستغفار يعني بأعداد كبيرة وبدون تركيز، فألهمني إني أواصل. ومن بكرة سبحان الله، من بكرة، لأنه يعني من بكرة صرت على طول يعني مقتنعة إنه لازم أكثر أعداد وبدون تركيز. ويعني سبحان الله، يعني انمحت تماما فكرة إنه والله لا لازم أقلل الأعداد وأركز، يعني ابدا انمحت من فكري انه هذا احسن بيكون. لا والله انا هلا متيقنه، يعني يقين ما فيه ولا ذره شك انه لازم نكتر استغفار بدون استحضار قلب ولا استحضار ذنب. فطبعا هلا فتح علي ربي كمان بالارزاق والخيرات والتقوى، واعانني على الاقلاع عن الذنوب، وصرت اقرب الى الله اكثر واكثر. وصار كمان الدعاء مستجاب، يعني يا الله شو صار الدعاء يعني مستجاب. هذا بيصير بكثرة الذكر طبعا. بصير بدعي اي دعاء على طول، يعني ما تفوت علي ساعات قليلة إلا وأجد استجابة دعائي في كل شيء، سبحان الله. وكمان عندي كتير قصص تانية وقصص استجابة دعاء بعد الاستغفار بأعداد كبيرة، وراح أبعث لكم إياها إن شاء الله. واصلوا يا إخوة يا أخوات، بنصحكم إنكم تواصلوا على الاستغفار بأعداد كبيرة، والله راح تشوفوا العجب العجاب. والحمد لله. ويعني أنا بدعي لك أخ محمد إنه الله يرزقك الفردوس الأعلى من الجنة، أنت وكل المشرفين وكل الإخوة اللي بيسمعونا. الله يرزقكم الفردوس الأعلى من الجنة، والله يرزقكم الثبات يعني المواصلة على هذا الذكر والاستغفار. والحمد لله وشكرا.